كيليان مبابي يغادر باريس سان جيرمان وإدارة باريس تحدد ثمنه. أكد تقارير فرنسية أن مبابي أبلغ إدارة باريس في خطاب رسمي أنه لن يفعل بند التمديد حتى 2025، وبالتالي سينتهي عقده الصيف المقبل. وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد هو الفريق المفضل للحصول على خدمات مبابي هذا الصيف، لا سيما عقب رحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد وحاجة الميرينغي لضم مهاجم جديد. وبحسب نفس المصدر فإن دائرة باريس سان جيرمان غاضبة من توقيت تسريب ختام مبابي عقب يومين فقط من الفيديو الشهير لرئيس ريال مدريد الذي يعد فيه أحد المشجعين بضم النجم الفرنسي. ويفترض أن هناك اتصالات سرية بين ريال مدريد وكيليان مبابي قبل إعلانه رسميا رفضه تفعيل خيار التجديد مع باريس، لا سيما أن ريال مدريد لم يوقع لأي مهاجم بعد رحيل كريم بنزيما. وأشارت ماركا أن إدارة باريس سان جيرمان تحددت مبلغ 180 مليون يورو لمغادرة باريس هذا الصيف، وهو الخيار الذي يريده باريس قبل مغادرة كيليان. وكان الريال يخطط للتعاقد مع كاي هافيرتز خلال الانتقالات الصيفية الحالية قبل أن يتريث، وقد يغير وجهته إلى كيليان في صفقة ساخنة. فهل يخلق الريال المفاجأة بضم كيليان هذا الصيف خيار شراء عقده من باريس سان جيرمان، أم سينتظر حتى نهاية عقده الموسم القادم وينافس بذلك أندية أخرى بضمه مجانا؟ للمزيد من الأخبار لا تنسى الاشتراك ودعمنا، والمزيد من الفيديوهات الدخول للقناة. شكرا على المتابعة.